عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد. هننفذ مع بعض فكرة الدريم كاتشر دي. حاجة جميلة جدا وشكلها ظريف وسريعة. ممكن تعمليها تهدي بيها حد، هتبقى هدية ظريفة جدا ان انت عاملاها بايدك. اولا حابة اقولك الدريم كاتشر دي ان في معتقدات بتقول ان الدريم كاتشر دي هم بيعلقوها فوق السرير. عندهم معتقدات انها بتاخد الاحلام الشريرة في الدايرة دي وبتنزلها وبتنزل الاحلام السعيده من الريش. يعني هي معتقدات عندهم، احنا طبعا ما عندناش الكلام ده، فاحنا بنعملها كزينه بس مش اكتر. هي دي فكرتها. بتعملي اي شكل عايزاه من جوه بالكروشيه، فانا اخترت الشكل الجميل ده اللي شبه الورده. وبتشبكي بقى في ريش او بتشبكي لولي او شرايط ستان، اي حاجه متوفره عندك انت وذوقك يعني. هنبتدي مع بعض نتعلم ازاي بنعمل الشكل الجميل ده، وان شاء الله يا رب يكون سهل عليكم ويا رب يعجبكم. بس اهم حاجه عايزه اشوف تعليقاتك الحلوه اللي دايما بتشجعني اقدم لك كل جديد. نبتدي بسم الله. فاول حاجه بعملها بجيب الادوات بتاعتي، هي عباره عن اي طوق خشب واي بواقي خيط، لان هي ما بتاخدش يعني خيط كتير. وهبتدي اعمل الاول حاجه زي مفرش صغير كده، وبعد كده هشدها اثبتها على الاطراف. دي فكرتها بمنتهى البساطه. انا هعمل هبتدي اعمل عقده بدايه، وهبتدي اشتغل 5 سلسلة. بشبك اول سلسلة هنا باخر سلسلة بغرزة منزلقة زي اي بداية اي مفرش بنعملها، واعمل غرزة حشو، وهبتدي املى الفراغ ده جوه. هعمل حوالي 14 غرزة حشو. اول واحدة دي مش بنعدها، بنحسبها ارتفاع مش بنحسبها من العدد. ده يعتبر اول غرزة حشو معانا. ادي 1 2 3، وهبتدي اعمل 14 غرزة حشو. عملت هنا خلاص 14 غرزة حشو، وبقفل الدور بتاعي بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها. بعد كده هرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 سلسلتين مسافة. فانا هاخد لفتين على الابرة وهروح للغرزة اللي بعدها، هنزل فيها واطلع كده بالخيط بتاعي، وهاخد لفة على الإبرة، خرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين. هكرر تاني 2 سلسلة، لفتين على الإبرة، هروح للغرزة اللي بعدها، اخد الخيط واطلع، لفة وخرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين. كمان 2 سلسلة، لفتين على الإبرة، هروح للغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع، لفة وخرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين، لفة وخرج حلقتين. وهكذا همشي الدور كله بالشكل ده، ولازم يتكون معايا في الآخر 14 عمود بلفتين ما بينهم 2 سلسلة. أنا هنا في نهاية الدور، وهعمل آخر 2 سلسلة، وهوصل هنا 1 2 3 في رابع سلسلة عشان أنا عاملة عمود بلفتين. أهو بقت عندي الدايرة بالشكل ده. هبتدي اروح للفراغ اللي بعده، اسحب الخيط وهعمل منزلقة عشان ابتدي الدور الجديد. اهو بالشكل ده. هبتدي اطلع 1 2 3 4 5، هطلع 5 ارتفاع، لاني هعمل غرزة كلاستر بس بعمود طويل عبارة عن 3 لفات. يعني بصي هعمل 3 لفات على الابرة اهو، تمام. هنزل، هعتبر ده اول عمود معايا، هنزل اخد لفة واطلع، بقى عندي كام؟ 5 حلقات على الابرة. هاخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، واسيب معايا 3. هاخد تاني 1 2 3، 3 لفات على الابرة، وانزل اخد لفة واطلع، لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين بس، تمام. هعمل عمود رابع، والمفروض في المجموعة 4 أعمدة. انا حسبت الارتفاع ده عمود معايا. هاخد 3 لفات على الابرة، هنزل هاخد لفة واطلع، لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين. بالشكل ده بقى معايا 4 أعمدة، وبقى معايا 7 حلقات على الإبرة. هاخد لفة وهسحب ال7 حلقات كلهم مع بعض. بعد كده هعمل بعدهم على طول 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. باخد 3 لفات على الإبرة واروح الفراغ اللي بعده على طول، واعمل غرزة كلاستر برضو من 4 أعمدة
لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، 3 حلقات على الابرة، 3 لفات. هنزل هاخد لفة واطلع، لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، كده عملت عمودين. 3 لفات على الابرة وهنزل اخد لفة واطلع، لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين. اخر عمود معايا 3 لفات، بالشكل ده، لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين. بقى هو معايا الاربع اعمدة، هاخد لفة واسحبهم اخرجهم كلهم هاخد مع بعض بالشكل ده، وهعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هروح على طول الفراغ اللي بعده وهعمل نفس اللي عملته، 3 لفات على الابرة، وهنزل اعمل غرزة كلاستر العمود فيها ب3 لفات. هكمل الدور كله عشان ما اطولش عليكي، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بالشكل ده خلاص نهيت الدور، وهعمل اخر 6 سلسلة وهشبكها في هنا في اول سلسلة من ال6 سلاسل دول، هعملها هنا بمنزلقة اهو بالشكل ده. هروح للفراغ وهعمل منزلقة، وبعدين هبتدي اعمل غرزة حشو، وهطلع ب7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح للفراغ اللي بعده واعمل حشو اهو بالشكل ده. يعني انا بعد ما عملت الوردة اللي هي 14 فرع، هبتدي هعمل ادوار من الشبكة. هو دور واحد، مش انا عايزاها تبقى كده، يعني مش عايزاها تبقى قد الطوب، علشان انا لما اشدها تبقى مشدودة معايا، واخده بالك ازاي؟ فانا هعمل دور واحد من الشبكة عبارة عن 7 سلسلة وحشو. عملت 7 سلسلة، بروح للفراغ اللي بعده واعمل حشو، واطلع 7 سلسلة واعمل حشو. هكمل الدوران كله بالشكل ده. نهيت خلاص الدور بتاعي، اخر 7 حشو، وهبتدي اشبكها هنا بمنزلقة في بداية الحشو اللي عملته خالص اهو. هعمل سلسلة امان وهقص الشغل بتاعي، وبقيت معايا بالشكل ده. طيب بعد كده هجيب ابرة تنظيف وهبتدي انضمها، علشان هبتدي بقى اثبت الشكل اللي عملته ده على الطارة اللي معايا. بعد ما بنضف الخيط بتاعي طبعا باخد الخيط ما بين الغرز كده او بإبرة التنظيف، وابتدي انضف الخيط معايا اهو. هقص طبعا الزيادات دي اهو. بصوا يا بنات، انا عايزاها كده، عايزاها المقاس ده، مش عايزاها تبقى قد الطوق بالظبط. باجي كده في اي فراغ من الفراغات ده وادخلها كده اهو. بسحب طرف الخيط بالشكل ده وببتدي اربطه. بطولها شوية عشان دي اللي انا هربطها منها، عشان هربطها في الاخر، مثلا لو هعلقها في عربية او هعلقها في اوضة او كده، في اوضة نوم، او هعلقها على اي حيطة، بثبتها جامد كده اهو. بسيب الخيط ده يعني طويل شوية كده. ببتدي بعد كده بصي كأني بخيط، يعني خلاص انا ثبتت دي، باجي بثبت دي كده، بلفها كده حوالين الطوق كده اهي، وبعدين اعدي من ورا الطوق في الغرزة اللي بعدها، يعني كأني بخيط خياطة عادية خالص. وبعدين اللي بعدها اهو، شايفة ازاي بثبت المفرش اللي انا عملته ده في كل الدوران، وبشد جامد، بشد ايدي جامد علشان انا عايزاه يتشد معايا كده، يعني عايزاه يبقى مفرود. كل ما كان مفرود كل ما ظهرت الغرزة وجمالها اكتر. همشي كده في الدوران كله
بالشكل ده هكمل. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا بحاول اشد الخيط بتاعي جامد، عشان كل ما بقى اشد كل ما الشكل بيبان معايا ويبقى اظرف يعني. خلاص وصلت هنا للخيط بتاع البداية، بربطه بقى في خيط النهاية مع بعض اهو، بعقدهم عقدة عادية خالص، بس ايه بخليهم يعني عقدتين على بعض عشان تبقى جامدة معايا اهو حبايبي، بقت معايا بالشكل ده. طيب بعد كده هبتدي ان انا اعمل تزيين ليها. هنا التزيين زي ما انت عايزه بقى، عايزه تعملي شرايط، عايزه تعملي ليه، بس هي المعتاد عليها ان هي بيبقى فيه ريش وخرز، فاحنا هنشوف هنزينها ازاي مع بعض. انا هنا معايا خرز خشب، هحدد النص بالظبط عشان دي هتبقى نازله منها كده، فهحدد النص بالظبط فين، وقصاده النص بالظبط هبتدي اثبت الخرز الخشب ده. بجيب الخيط بتاعي وبعديه قصاد النص بالظبط، يعني قصاد الرابطه. انا هعمل 3 هنا، فبحدد اماكنهم عشان تبقى نازله في النص بالظبط من هنا، فهشبك واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا على ابعاد كده، تمام. فبشبكها ازاي؟ بلضم الابره بتاعتي وبعديها من هنا، وليكن مثلا هعمل واحده هنا واحده هنا اهو. هحط اللي في النص الاول وبعدين هحط ايه اللي في الاجناب عشان اعرف ان انا ايه احددها. بعد الخيط كده بعد ما لضمته، وبعدين بعديه من الخرزه بالشكل ده، تمام. الطرف التاني برضو انا عايزه اعديه من الخرزه، عايزه اعدي الطرف التاني من الخرزه، فهلضمه معايا بالشكل ده، وهبتدي اعديه هو كمان من الخرزه اهو. شايفين يا بنات بالشكل ده بقى عندي الخرزه، الخيطين جوه الخرزه وهي مشبوكه فين؟ في الطاره اهي معايا اهو بالشكل ده. طيب بعد كده هجيب ايه؟ عندي بقى ريش هنا، الريش ده هلزقه بمسدس الشمع. الريش ده هو انا جايباه شريط بيتباع بالمتر اهو، لاني ما لقيتش شريط طويل، ده اللي بيتركب على عارفه الارواج وحاجات العرايس وكده. فانا هبتدي هلزق على الخيط كده معايا، هبتدي الزق بمسدس الشمع، هعدل الخيط كده عشان الريش كده عشان يبقى شكله ظريف. وهبتدي هلزق الاول الخرزه دي بمسدس الشمع، وهبتدي الزق الريش، هدخلها كده جوه والزقها. حابه اطوله شويه بلزق عليها واحده كمان، وبلزقهم على الخيط نفسه برضو علشان ايه؟ يثبت معايا اكتر اهو يا بنات. هجيب بقى ايه؟ هجيب مسدس الشمع بتاعي وهلزق. فاكرين نفس فكره الستاره المكرميه اللي عملناها اهو، بلزق كده بالشكل ده بحيث الخيط يلزق معايا فين؟ جوه الخيط يلزق مع الخرزه جوه الخرزه بالشكل ده، وهدخل معاها ريشه اهو بالشكل ده. هشوف ريشه طويله شويه وشكلها حلو، هلزق الريشه على الريشه بالخيط برضو اهو بالشكل ده، عشان ايه؟ تثبت معايا وتديها طول شويه. فعملت ريشه تانية اهي، بقت ثابته معايا. عايزه تعملي بقى فرع طويل فرعين قصيرين، انت تلعبي بقى في الشكل اللي انت عايزاه براحتك. المهم انا ايه؟ وريتك الفكره، هكمل الاتنين التانيين بنفس الفكره دي، ونرجع نشوف شكلها في النهايه عامل ازاي. وده يا بنات كان شكلها النهائي، يا رب يكون عجبكم.